هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ انا حلا اللي معرفنيش. وقبل اي حاجه عايزه اقول لكم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه رمضان. وبجد مبسوطه ان ده اول رمضان لينا مع بعض، وان شاء الله ما يبقاش اخر واحد. ندخل بقى في موضوع الفيديو. النهارده هنتكلم عن حاجه دايما بنتلخبط فيها، وهي العزله. اول ما الكلمه دي بتتقال ناس كتير بتربطها بالضعف، بالانسحاب، بالهروب، بان الشخص ده مش قادر يكمل. بس الحقيقه ان العزله مش دايما معناها انك بتقع، ومش كل بعد يبقى معناه هروب. في فرق بين انك تختار انك عايز تبعد شوية عشان خاطر ترتاح، او عايز ابعد عشان خاطر خايفة اواجه. العزلة الواعية مش اني اختفي من الحياة، لا خالص. العزلة الواعية اني اخد مسافة لنفسي عشان خاطر اقدر اسمع نفسي في وسط الدوشة دي كلها. عشان بقى ترتب افكارك، افهم انا زعلان ليه، مرهق ليه، متلخبط ليه. ساعات بنبقى محتاجين نقعد مع نفسنا عشان نراجع نفسنا ونهدي نفسنا ونحاول ان احنا نفهمها اكتر. نرجع نسمع صوتنا احنا مش صوت الناس اللي حوالينا. المشكلة بتبدأ لما العزلة تتحول لهروب. والهروب بالنسبة لنا بيبقى هادي بقى ومفهوش افورت الناس، بس بيبقى فيه تأجيل وفيه خوف مستخبي. سواء بقى مكالمة مش عايزين نرد عليها، مواجهة بنقول لها بعدين، احساس بندفنه بدل ما نفهمه، قرار بنأجله بحجة ان احنا مش جاهزين. للأسف الحاجات الصغيرة دي مع الوقت بتكبر، وتلاقي نفسك بقيت بتنسحب من حاجات كتير قوي، سواء من نقاش، من علاقات، من فرص، حتى من نفسك. وتقنع نفسك انك مرتاح كده، بس الحقيقة انك بس خايف تتحرك. كتير مننا بيهرب من شعور مش عارف يسميه، سواء خوف من الرفض، خوف من الفشل، خوف من اننا نغلط، خوف من اننا ما نطلعش بالصورة اللي الناس متوقعها مننا. فنقول لنفسنا اننا محتاجين وقت واننا كده بنحمي طاقتنا. وانا شخصيا عديت بفترة كنت فاكرة اني باخد عزلة عشان خاطر ارتاح، فكنت ببعد بهدوء، بقلل كلام قوي، بقفل على نفسي شوية شويتين. وكنت مقتنعة جدا ان ده نضج مني اني اسحب نفسي بالشكل ده. وطول ما انا ساكتة وبعيدة فانا كده مختارة نفسي. بس بعد فترة فهمت ان في فرق بين اني اهدى عشان افهم نفسي اكتر، وبين اني اهرب عشان خاطر ما احسش بحاجة. وفهمت كمان حاجة مهمة جدا، ان مش كل مواجهة لازم تحصل، ومش كل بعد يبقى ضعف. وفي فرق بين مواجهة بتخوفك ومواجهة بتكسرك. والمواجهة اللي بتخوفنا للأسف هي بتبقى صعبة شوية، لكن بتبقى أفيد لينا، بتكبرنا في عين نفسنا، بتعلمنا، بتخلينا أقوى بعد ما نعدي بيها. فالهروب من المواجهة اللي بتخوفنا للأسف هي اللي هتخلينا واقفين مكاننا. ولكن في حاجات تانية بتبقى مؤذية فعلا، بتستنزفك، بتقلل منك، بتوجعك كل مرة بنفس الشكل. ودي هي المواجهة اللي بتكسرنا. وعند النقطة دي فالبعد بيبقى مش هروب، بيبقى وعي. اني اعتزل الحاجة اللي بتأذيني ده مش ضعف، ده تقدير لنفسي. وبنحافظ على صحة نفسيتنا، وده بيبقى نضج مننا كمان. صحتك النفسية اهم من انك تقعد تثبت لحد انك قادر تستحمل، واهم من اننا نفضل في مكان بيكسرنا عشان خاطر شكلنا قدام الناس صح. تعرف امتى خوفك محتاج يتكسر وامتى احساسك محتاج يتسمع. والسؤال هنا مش ان العزلة صح ولا غلط، السؤال احنا بنبعد ليه اصلا. والنضج الحقيقي انك تعرف تفرق، تعرف امتى المواجهة هتكبرك وامتى البعد هيحميك. لو بناخد مسافة عشان خاطر ارتب دماغي، اهدي نفسي، احاول ان انا ابني نفسي بعيدا عن دوشة الناس ومقارناتهم الكتير، فانت كده ماشي على الطريق الصح. ودي العزلة اللي هتخليك احسن واكثر وعيا. او لو بنبعد عشان الحاجة دي بتكسرنا فعلا واخدين القرار ده بوعي، فاحنا برضو كده احنا ماشيين على الطريق الصح. لكن لو بتبعد عشان مش عايز تواجه خوف او قرار لازم يتاخد، ساعتها لازم ترجع تعيد حساباتك وترجع تسأل نفسك نفس الأسئلة تاني، وتحاول تفهم نفسك أكتر. العزلة يا جماعة مش معناها ضعف ولا قوة. العزلة دي مجرد أداة، ممكن أستخدمها عشان أعيد ترتيب نفسي، أو ممكن أستخدمها عشان أهرب من نفسي. والفرق بينهم بسيط جدا من بره، لكن في النتيجة في فرق كبير قوي. يمكن كل اللي محتاجينه بجد ان احنا نسأل نفسنا، انا بريح نفسي ولا بخبي نفسي؟ ان اوقات الهروب بيبقى شكله مريح، بس دي مش راحة، انت عايش في سجن هادي وانت مش حاسس. واوقات كتير العزلة الواعية بتبقى اول خطوة للرجوع للحياة بطريقة احسن، اهدى، فاهمين نفسنا اكتر. وفي اخر الفيديو عايزة اقولكوا خليكوا دايما قريبين لنفسكوا، وحاولوا تفهموها قبل ما تحاولوا تفهموا الدنيا. وبس كده كلامي خلص لحد هنا، وعايزة اسألكوا انتوا شايفين نفسكوا فين اكتر؟
في العزلة الواعية ولا الهروب من حاجة لسه مستنية انها تتواجه؟ اكتبوا لي رأيكم ويمكن اجابتكم تساعد حد تاني انه يفهم نفسه اكتر. وبس كده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم واتمنى اكون كنت خفيفة على قلبكم. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات. وما تنسوش سبسكرايب للشانل بتاعتي واستنوا مني الفيديوهات الجديدة ان شاء الله. بس كده، بحبكم. باي باي.